عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. اليوم حبيت نرجع لكم فيديو هكا مختلف شوية، لأن أنا حسيت إن أنا عملت حاجة باهية. يعني ب30 دينار أنا شريت دجاج وخزنته على طريقتي. يمكن فما حاجات ما استعملتوهاش قبل، تنجموا تجربوها. أنا بصراحة عجبتني حكاية الجوانح هذه. ديما إحنا على العموم نحبوا الداند أكثر شيء. جبت جوانح هذه تبدأ كبيرة شوية في الحجم وعظمها كبير، اما انا نعملها بطريقه تجيب بنينه على الاخر. نطيبها في شويه ماء وبصل وفحات، ومن بعد نشويها على الفحم ديريكت. تزيد نجم تحطوها حتى في الفور، حتى بعد تقليها في الزيت راهو تجي بنينه على الاخر. جبت هذوما 2 كيلو، الكيلو ب 6500، جبته ب 13000 باش نكيسهم ونحطهم في الفريجيدير. هكا كل جمعه نعمل مره. ولهنا زاد كيف جبت جوانح الدجاج. بالنسبه لجوانح الدجاج هنا جبت بمقدار كيلو ونص. الكيلو زاد جبته على 4000. مش عارفه كي نبدا نمشي برا اخرى نلقاه ب8000، كل مره نلقاه بصوم في بلاصه. كي لقيته ب4000 قلت علاش لا ما نجيبش كيلو ونص ونقسمهم زاده كيف بطبيعتي. تو انا باش نعمل بيه زاده العشاء. تو نوريكم كيفاش طريقتي كيفاش نعمل الجوانح. وجبت زاده 2 فخاذ من الديك الرومي، اما هما صغار الحجم يعني مش كبار. قلت له الراجل هكا قصهم لي باش من بعد جيني سهل في القصان. قصيتهم بالطريقه هذية. والله العظيم هذوما الكل كلفوني حكايه 29 دينار، يعني مش حاجه كبيره. في نفس الوقت هوكا تنجموا تستعملوا من كل حاجه مره في الجمعه. مع شويه حوت ولا لحم يتعدى الشهر ما شاء الله. لهنا كما تشوفوا بعد ما قصيتهم الكل ونظفتهم من الريش الموجود ورميته، باش نعصر عليهم شويه قارص، ونزيد نعصر عليهم لله محمد رسول الله. نحط لهم شويه ملح ونحط لهم شويه خل. الخطر كما تعرفوا الدجاج ولا الداند بصفه عامه يبدا فيه هكا زفاره وريحه. لازم قبل لا نخزنوه ولا قبل لا نطيبوه نغسلوه بالباهي. كما تشوفوا لهنا صبيت عليه الماء، وباش نخليه هكا يعني في الماء هذاك يعني مده باهيه من صيف ساعه حتى الاكثر، باش الدم هذاك راهو يتنح منه. كما تشوفوا لهنا كملت بعد ما حطيته مده طويله. باش نحطه زاده نغسلوه مره اخرى. قداش مره هكا حاولوا تغسلوه باش تخلصوا منك الدم الصفارة. راهو حتى مع الدجاج الكويسات وكل تعملوا بالطريقه دي. طول المره الجايه زاده كيف كي نجيب الحوت نوريكم كيفاش ننظفوا ونخزنوا. فما شكون راهم ينظفوش يحطوا ديريكت في الكونجيلاتور، ووقت اللي يجي باش يطيبوا ويغسلوا يخليه هكا تنحمل الثلج وينظفوا ويغسلوا. كما تشوفوا هنا كملت الكميه الكل، حطيتها على جنب، ومن بعد باش نبدا نكيسها في الكونجيلاتور. لهنا باش نجيب ساشيه تنظيفه متاع كونجيلاسيون، وحطيت بما انه احنا 4 في العيله حطيت كل 4 جناح لانه كبير الحجم في كيس. وكما قلت لكم راهي طريقته سهله والله يجي بنينه. بالنسبه لي ما عملتوش في وسط مرقه جوانح. نعملها كان نطيبها الساعه من الاول باش نحملها كالدم من داخل، يكون طيبه من داخل شويه في ماء وفحات وبصل، ومن بعد نشويها على الفحم. بصراحه تجي فيها بنه ما نحكي لكمش. نجموا زاده اون بليس تحطوها في الفور، تدهنوها كبشويه تفاحات اخرين تدهنوها وتحطوها في الفور. ولهنا زاده كيف حتى الداند حطيت قسمتهم زاده على اكياس، وخليت البارتي اللي باش نستعملها من جوانح الدجاج. كما تشوفوا لهنا حطيت شويه تابل وكرويه، وحطيت شويه فلفل اكحل، وحطيت شويه شو اسمه كركم، وحطيت شويه ملح. كان عندكم بابريكا لذاك كما البابريكا مدخن زاده للشوي تزيد نجموا تحطوه. بعد قلبتها بالباء وزاده اون بليس حتى هي خليتها ترتاح شوي لي طون انه كل نشعل الفحم بالطبيعه، لاني انا باش نشويهم. كي جيتوا باش تحطوهم في الفرن زيدوهم كعبه ياغورت ولا شويه زبده. اما انا حسيت كي تحطوا على الفحم ما يتحطش فيهم الياغورت والزبده، عملتهم تبلتهم هكا هاو. وكتحبوا تحطوا شويه زيت حطوا. لهنا باش نعمل شوربه عدس. خذيت بمقدار 250 غرام هكا من العدس، غسلتهم بالباهي، وخذيت كعبتين طماطم قصيتهم، 4 سنينات ثوم زاده كيف نظفتهم. عندي كعبه سفناريه كبيره قصيتها روندلات، وبصله قصيتها، وبطاطسه صغيره يعني بطاطا صغيره الحجم مش كبيره. حطيتهم في الكسرونه كما تشوف. حطيتهم بالطريقه هذه. ومن بعد باش نزيدهم الماء، وحطيت بالتبع العدس وزيدهم الماء بمقدار لتر، معناها نتصور لتر وربع. بالطبيعه باش نفوح حطيت شويه زيت زيتونه،
زدت الماء، حطيت شوية ملح، تابل وكروية، فلفل أكحل، كركم، اللي الفاحل تحبوا عليه الكل تحطوا معها. انا حطيت كركم، مستحسن ما نحطوش برشا خاطر تصفر بالطبيعة الماكلة، وخلينا بلون العدس الطبيعي. باش نخليها على جنب بالطيب كما تشوفوا، ونمشي نحضر الجوانح متاعي. كما تشوفوا حطيتها هكا على بعضها وحطيتها تشوي. كان تتشوي على الفحم، كان عندي فما هواء في البلكونه فحطيت الجوانح بالطريقه هذه، ومروحت عليها شوي. من بعد خليتها في الهواء، وكل مره هكا نقلبها لين تطيب معايا. لي طون جوانح تطيب والعدس يطيب، قلت علاش لا ما نعملش سليطه. كما تشوفوا لي ناس سلطه تنجموا تحطوا فيها اللي تحبوا. راهو في العاده انا ديما نحط خيار اللي هو ولد القمرة ولا خيار، وخس وطماطم وسفنارية في السلطة المرضية. كنت جربتها عند صاحبتي عجبتني بالبسباس، فحطيت فيها بسباس كما تشوفوا بالطريقة دي. عندي نص راس بسباس، 3 كعبات طماطم وخس. الخس زاده نظفته بالباهي، وباش نقصهم الكل هاكم كما تشوفوا بالطريقة هذه. كنت حبيت نحط بتراكة ما نسيت، من بعد حطيت في الاخر. كما تشوفوا هنا قصيت البسباس وقصيت المعدنوس لا سامحوني، البسباس والخس والطماطم والسفنارية بشرتها. ومن بعد باش نفوح يعني. في مصر عندي مثلا ديما يحطوا المعدنوس ولا الكزبر في السلطة. في تونس ديما يحط الخس نتصور. لاني حطيت عصرت عليها نص قارص، نص قعبة قارص، وزيد اون بليس زدتها لله الحمد لله شويه زيت زيتونه وباش نفوحها. اما من الاول قلت خليني نتفقد شو اسمه هذايا العدس، نسيته انا خفت لا ينشف من الماء. شفت البطاطا حسيتها ناقصه شوي والسفناريا ناقص شوي، فزدت شويه ماء وغطيته كي قلت خلي يزيد ربيع ساعه، ومن بعد نضربه بالميكسير. راهو تنجموا تحطوا فيه سكالوب كان تحبوا، انا عملته عادي بما اني نشوي في جوانح على جنب. هنا كملت تبلت السلطه، حطيت فلفل اكحل، تنجموا تحطوا في تبل وكرويه، وحطيت شويه ملح. نحب هكا نتبلها قارص فلفل اكحل، شو اسمه قارص فلفل اكحل، زيت زيتونه وملح، ونقلبها كيكه. ومن بعد كما قلت لكم تفكرت ان انا ما حطيتش فيها بتراك خاطر راجلي يحبه، وليت عملت زاده اون بليس بشرت عليها شويه بتراك. يسموه هذا يسموه في مصر بنجر، لهنا يسموه بتراك وفي مصر يسموه بنجر. كما تشوفوا حاولت نزين بيه من الفوق بالطريقه هذه، وحطيت السليطه متاعي على جنب. من بعد كما تشوفوا رجعت حبيت نشوي هكا جرينات فلفل يكونوا حارين شوي، باش نحطهم فوق الجوانح المشويه. هذه هي الجوانح متاعي، حطيتها في الصحن بالطريقه هذه، وحطيت فوقها زاده جرينات الفلفل. والسلطه بالطبيعه حاضره كما تشوفوا دبارة سهله، راه تنجموا كل واحد ينجم يعملها، اما انا حبيت نشاركها معاكم. ومن بعد باش نشوف بالطبيعه العدس متاعي، تنجموا راه تخلوه يبرد شوي وتضربوه بالمكسير. اما انا كنت مستعجله عليه وكنت حابه نحط العشاء، فحطيته فضربته ديريكت بالمكسير وهو سخون، ومن بعد حطيته في صحن التقديم. كما تشوفوا دبارة سهله وبنينه، واكيد كي تجربوها تعجبكم، وحاجه مختلفه وزاده كيف الدجاج. تنجموا هكا تقولوا لي الاسوام اللي عندكم غادي ممكن تكون معقوله مع الاسوام اللي انا جبت بها، بس انا حسيت انهم اسوام رخيصه ومش غاليه برشا لهنا في المارشي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله في وصفات اخرى. في امان الله.